البطل بتاعنا شاب مصري عادي جدا اسمه صبحي. صبحي. أيوة، حياته كانت ماشية عادي هادية لحد ما لقى في طريقه دبوس. بس مش أي دبوس، دبوس يعني عالي القيمة. القصة بتبدأ إزاي؟ صبحي زي أي شاب مصري أصيل قاعد فين؟ على القهوة غالبا. طبعا قاعد على القهوة مع شلة الأنس بتاعته. فجأة وهو قاعد في أمان الله لمح حاجة كده بتلمع على الأرض. تحت الترابيزة؟ أيوة، تحت الترابيزة. قرب شوية، لقى إيه؟ دبوس إبرة. دبوس عادي يعني؟ لا، ما هو هنا الكلام بقى. مش دبوس عادي خالص، ده لونه غريب كده، ومش بس غريب، أمال إيه؟ ده بينور. بينور؟ دبوس بينور؟ تخيل، دبوس بينور مرمي على الرصيف. أخده وحطه في جيبه ومشي مروح بيته. وهو القرار ده بقى يعني نقدر نقول هو الشرارة الأولى لكل اللي هيحصل بعد كده. بالظبط. فكرة إن حاجة بسيطة قوي وغير متوقعة زي دبوس من الشارع، وبالذات في وقت زي ده ومواصفات غريبة كده، هي اللي بتقلب حياة واحد تماما. دي أساس في حكايات كتير، الحكايات الشعبية وقصص الأشباح وكده. البداية تبان تافهة، بس العواقب وخيمة جدا. وخيمة إيه بس؟ ده اللي جاي دمار شامل. المهم، صبحي وصل البيت، تمام. دخل أوضته وعمل الحركة اللي يعني قضت على مستقبله مبدئياً. اللي هي؟ مسك الدبوس المنور العجيب ده وراح رزعه فين؟ فين؟ في الكرسي الخشب اللي جنب السرير اللي متعودين يقعدوا عليه. في الكرسي؟ أيوة. هنا بقى المنطق فعلا يعني بيتلاشى خالص، كأن الكرسي ده خزينة البنك المركزي للدبابيس في البيت. بالظبط. بس الفعلة دي طبعا ما عدتش كده بسهولة. هو رشق الدبوس ونام. ونام مرتاح البال. ومفيش كام ساعة والبيت كله صحي على صوت صريخ صبحي، صريخ هستيري. صريخ مش طبيعي. لما عليه أهله والجيران والكل مرعوب مش فاهمين فيه إيه أصلا. ومن هنا بقى بتبدأ الرحلة، يعني الكوميديا السوداء في عالم الطب المصري العجيب جوه القصة دي. الرحلة للمستشفى، أهل صبحي شافوه بيتلوى وبيصرخ ومش فاهمين حاجة، شالوه وجري على أقرب مستشفى. اللي هي كانت إيه بقى؟ مستشفى الصدر. مستشفى الصدر. ركز معايا، مستشفى الصدر. وصلوا الطوارئ، الدكتور كشف عليه بسرعة كده، تمام. وبعدين بكل ثقة طلب منهم أشعة مقطعية على القنوات المرارية. لحظة، فين؟ في مستشفى الصدر. وطلب أشعة على القنوات المرارية؟ أيوة، قنوات مرارية في مستشفى الصدر. أنا مش فاهمة، هو الواحد لما مرارته بتتعب بيروح مستشفى الصدر؟ طب ولو صدره اللي تعبان يروح مستشفى الكبد مثلا؟ بس متظبط يعني. إن جهاز الأشعة المقطعية الوحيد اللي في المستشفى دي كان إيه؟ بايظ. بايظ في الصيانة. يعني حتى الحل الغلط مش عارفين نوصله. طب والعمل؟ الدكتور بقى الحل العبقري التاني جاهز طبعا، قال لهم خلاص نعمله أشعة عادية على صدره. ماشي، أشعة عادية مفهومة في مستشفى الصدر. استنى بس، وأنا أبقى أقطعها بمعرفتي وأشوف المرارة. والمفاجأة بقى اللي تخليك تتشل، نتيجة الأشعة العادية اللي اتقطعت بمعرفة الدكتور طلعت إيجابية. إيجابية كمان؟ مش بس إيجابية، ده طلع إن القنوات المرارية كلها مسدودة ومحتاجة تركيب دعامة. يا نهار أبيض! دعامة في المرارة بسبب أشعة صدر متقطعة؟ لا استنى، التقيل جاي. طب الدعامة دي متعلمين يا بتوع المدارس هتتركب فين؟ فين؟ في الرئة. في الرئة؟ دعامة للقنوات المرارية في الرئة؟ أيوة. يا نهار اسود، قنوات مرارية مسدودة محتاجة دعامة في الرئة. هو في كوبري داخلي بين المرارة والرئة احنا منعرفوش؟ إنهم قال لهم يعني مع الراحة التامة في السرير ممكن الموضوع يتحسن وما يحتاجش دعامة الرئة دي. يا سلام! الراحة بتفتح القنوات المرارية اللي في الرئة، منطقي جدا. بالظبط. دخل صبحي ينام، يمكن الراحة تعمل مفعولها السحري بقى. تاني يوم الساعة 2 الفجر بالظبط صحي مفزوع على ألم رهيب بيقطع في رجله. ألم تاني؟ أيوة، بيبص يلاقي إيه؟ دبوس إبرة مغروس في لحمه. دبوس تاني؟ طلعه بصعوبة وهو بيتألم جدا. أول واحدة جت في باله مين؟ اللمياء أخته أكيد. طبعاً لمياء. قالك بس أكيد من دبابيس الطرح بتاعتها اللي بترميها في كل حتة دي، أصلها في ثانوية عامة بقى ومهملة بترميهم في أي مكان. يعني حتى وهو بيتألم لازم يربط الموضوع بالثانوية العامة. لازم يلاقي مبرر منطقي، واللوم على الثانوية العامة جاهز دايماً. شالب دبوس ده ورجع نام تاني وهو متضايق منها. يا ريته ما نام. ليه تاني؟ صحي بعدها بشوية على ألم تاني
بس المرة دي الألم مش في مكان واحد، ده حاسس بشكشكة في كل حتة في جسمه. يا ساتر. ولما النور نور اكتشف الكارثة الحقيقية، مش دبوس واحد، دول حوالي 20 دبوس مغروزين في أماكن متفرقة من جسمه. 20 دبوس؟ أيوة، وبيزيدوا، بيشيل واحد يلاقي 2 طلعوا مكانه. الدبابيس بتظهر من الهوا كده وبتزيد بشكل جنوني. لا كده الموضوع خرج عن السيطرة تماما. حالة رعب وهلع حقيقية بقى. إيه اللي بيحصل ده؟ ومين اللي بيعمل فيا كده؟ جسمه كله بقى عامل زي المبشرة حرفياً من كتر الدبابيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا بقى الموضوع قلب بجد أو بهزار قوي يعني. النقطة دي مهمة في تطور القصة فعلا. الانتقال من ألم داخلي غامض اللي حاولوا يعالجوه في المستشفى وفشل ذريع، صح. لألم خارجي وملموس ومصدره واضح اللي هو الدبابيس. هيكلم مين؟ أول واحد فكر يكلمه كان صاحبه الأنتيم سعيد. كلمه وقال له يجيله فوراً. سعيد أكيد اتصدم. سعيد جه البيت وشاف منظر صبحي، اتخض خضة عمره. لقى صاحبه عامل زي القنفذ حرفياً. قنفذ بشري. طب والحل إيه؟ الحل إيه يا جماعة في المصيبة دي؟ المستشفى أثبتت فشلها خلاص. يبقى مفيش غير طريق واحد. مفيش غيره، طريق الدجل والشعوذة. خدوا بعضهم وراحوا على دجال مشهور في المنطقة. سمعتوا سابقاها بقى وكده؟ سمعته سابقاه في فك الأعمال السفلية وربط العلوية وتسييح الجن والحوارات دي كلها. دخلوا على الدجال. دخلوا عليه، حكوا له القصة من طقطقة لسلام عليكم. الدجال بص لصبحي كده بنظرة فاحصة وهز دماغه والجملة الشهيرة، وقال لهم الجملة المنتظرة: ابني، دي لعنة سودة، معمول لك عمل بالدبابيس ولازم يتفك فوراً. توقعت كده. هنا بقى صبحي مخه نور فجأة، مش زي الدبوس للأسف. افتكر إيه؟ افتكر الدبوس أبو لون غريب اللي بينور اللي لقاه على القهوة. الدبوس الأصلي. أيوة، واللي رشكوا فين؟ في الكرسي. جري على البيت تاني هو وسعيد عشان يتأكدوا. راحوا يشوفوا الكرسي. راحوا ناحية الكرسي المشؤوم، لقوا إيه؟ الكرسي نفسه مش باين. مش باين من إيه؟ متغطي بحوالي 60 أو 70 دبوس تانيين لازقين فيه، كأن الكرسي بقى مغناطيس دبابيس. يا نهار دبابيس، 60 دبوس على الكرسي. الكرسي مش باين أصلاً. وهنا نضيف لمسة كوميدية تراجيدية تانية. إيه هي؟ في كسر. صبحي طبعاً بيتألم جداً من الدبابيس اللي في جسمه، بس المشكلة الأكبر إنه مكسوف ومش عارف يوصف الألم فين بالظبط لصبحي أو للدجال. رجعوا للدجال الأولاني بقى عشان يبتدوا في مراسم فك اللعنة دي. وأخيراً هيبدأ الحل. يلاقوا المفاجأة التالتة في اليوم الأسود ده: الدجال اتقبض عليه. طب والعمل دلوقتي؟ لازم يلاقوا دجال تاني بسرعة قبل ما صبحي يتحول لمصفاة بيد. فضلوا يدوروا ويسألوا لحد ما لقوا واحد تاني لسه متقبضش عليه. لازم يلحقوه بسرعة. كان لازم يلحقوه قبل ما يحصل زميله في الحجز. وصلوا للدجال التاني ده، اسمه عطوة تقريباً. عطوة أبو طلبات غريبة؟ هو بعينه. الراجل سمع القصة وابتدى يطلب طلبات فك العمل. تحس إنها مقادير أكلة جديدة محدش سمع عنها قبل كده. زي إيه؟ عايز رجل فرخة شمال. رجل فرخة شمال؟ اشمعنى شمال؟ معرفش. وعود قصب ناشف و4 كور بليو ملونين. المهم، جابوا الطلبات العجيبة دي وادوها لعطوة. بس عطوة قال لهم الموضوع هياخد وقت وتحضير ومش عارف إيه. يعني مش حل فوري برضو؟ لا، طلعوا من عنده محبطين أكتر. وهم ماشيين في الشارع، سعيد صاحبه ده جات له لمبة إلهام فجأة. فكرة جديدة؟ شكلها من كتر الصدمات المخ بقى بيطلع أفكار غريبة. قال لصبحي: يا صبحي، مش أنا شغال في معمل تحاليل أيضا، وعندنا جهاز رنين مغناطيسي؟ صبحي بصله باستغراب، يعني هي جت على الرنين؟ طب وإيه علاقة الرنين؟ سعيد قال له: يا بني آدم، الرنين ده مغناطيس قوي، لو دخلناك جواه وشغلناه هينتج كل الدبابيس دي من جسمك زي الشعرة من العجين. فكرة تبدو منطقية فعلا، مغناطيس ودبابيس حديد. فكرة تبدو عبقرية جدا وسط كل الجنون ده. أو يمكن هي قمة الجنون، بس مفيش حلول تانية قدامهم. هي مخاطرة بس ممكن تنجح. قرروا يخوضوا التجربة دي. وهم في طريقهم للمعمل اللي فيه جهاز الرنين، بدأت تحصل ظاهرة أغرب وأغرب كمان. إيه اللي حصل؟ بدأوا يسمعوا صوت خناقات وزعيق عالي جاي من شبابيك البيوت اللي ماشيين جنبها. خناقات ليه؟ بيركزوا في الصوت يلاقوها بنات وستات بيتخانقوا بصوت عالي جدا. طب بيتخانقوا على إيه؟ على إيه؟ طلعوا بيتخانقوا عشان مش لاقيين دبابيس الطرح ودبابيس الشعر بتاعتهم. يا نهار أبيض. كل الدبابيس بتختفي. فجأة كل دبابيس مصر اختفت. وهنا صبحي وسعيد فهموا الكارثة الحقيقية. مش بس الدبوس المنور اللي جاب اللعنة، لا ده إيه؟ ده صبحي بقى عامل زي مغناطيس بشري عملاق بيشفط أي دبوس ضايع أو منسي في أي حتة في مصر. يعني كل الدبابيس دي جاية عليه هو؟ بالظبط.
تخيل معايا المنظر السريالي ده، دبابيس بتطير في الهواء من الشبابيك، من فوق المراتب، من الكراسي، حتى ممكن من كوباية شاي واحدة نسيت فيها دبوس. يا ساتر. كل ده بيتجمع وبيطير في اتجاه واحد نحو صبحي المسكين. فعلا. وصلوا المعمل أخيراً وهم مرعوبين من سرب الدبابيس اللي بيلاحقهم ده. هيدخل جهاز الرنين بقى. سعيد جهز الجهاز بسرعة وقال لصبحي يلا ادخل بسرعة قبل ما نتحول لإسفنج الدبابيس. دخل صبحي جوه الأنبوبة المرعبة دي، وسعيد شغل الجهاز على أعلى قوة مغناطيسية. والنتيجة؟ والمفاجأة، حصلت المعجزة. في ثواني كل الدبابيس اللي كانت في جسم صبحي طارت زي الصواريخ ولزقت بقوة في الجدار الداخلي لجهاز الرنين. نجحت الفكرة. صوت طقطقة الدبابيس وهي بتخبط في الجهاز كان عالي جدا. صبحي خرج من الجهاز سليم، ما فيهوش خدش. يا فرج الله، أخيراً. أخيراً اللعنة اتفكت. سعيد وصبحي كانوا طايرين من الفرحة بيتنططوا في أوضة الرنين. بس أنا حاسس إن في لكن جاية. للأسف واضح إن مخرج القصة دي بيعشق النهايات المأساوية الكوميدية. وهم لسه بيحتفلوا فجأة سمعوا صوت زن غريبة كده والجهاز كله طفى. إيه ده؟ حصل عطل فجأة، كهرباء قطعت، فيوز ضرب، أي مصيبة سودة حصلت والجهاز فصل تماماً. يا خبر اسود. طب والدبابيس؟ طب وإيه نتيجة إن المغناطيس فصل؟ كل الدبابيس اللي كانت لازقة بالمئات أو بالآلاف على جدار الجهاز فقدت قوة الجذب وطارت كلها مرة تانية زي سرب النحل الغاضب. ورجعت فين؟ في صبحي تاني؟ في صبحي طبعاً. بس المصيبة الأكبر المرة دي إن الدبابيس دي كلها بعد ما كانت متفرقة، المرة دي بفعل آخر قوة مغناطيسية قبل ما الجهاز يفصل رجعوا لمنطقة واحدة خطيرة. بالظبط كده، رجع الأمل تاني في عطوة وفي رجل الفرخة بتاعته. رجع صبحي البيت وهو منهار تماماً جسدياً ونفسياً. حالته صعبة أكيد. شايله صاحبه سعيد وهو بيتلوى من الألم المتركز ده ومش قادر حتى يقعد. دخل البيت رمى نفسه على السرير على بطنه طبعاً. تاني يوم الصبح وهو لسه في حالة يرثى لها، مين اللي دخله؟ تدخل عليه أخته لمياء طالبة الثانوية العامة البريئة. رجعنا لمياء بكل هدوء وبراءة تسأله: صبحي، مش شفت دبوس الطرحة بتاعي؟ أصله ضايع ومش لاقياه، كنت حاطاه امبارح في قفا العروسة بتاعتي اللي على التسريحة. في قفا العروسة؟ أيوة. تخيلي هو بيرد عليها وهو بيتقطع من الألم المتركز في قفا، قصدي في مكان ما. لا يا لمياء ما شفتوش. وهي طبعا مش فاهمة حاجة. هي مش عارفة إن أخوها مش بس شايل دبوسها، ده شايل محصول مصر من الدبابيس الضايعة السنة دي كلها. رجعوا صبحي وسعيد للدجال عطوة. عطوة بقى كان جاهز ومستعد. هيبدأوا الطقوس. بدأوا الطقوس الغريبة بتاعته. جاب جردل مليان مية وقعد يرشرش المية دي على الأرضية في الأوضة كأنه بيغسلها يعني. بيرطب الجو يمكن. ممكن. وبعد ما خلص رش الأرضية راح واخد بقية المية في الجردل ورششها على صبحي. على صبحي نفسه؟ أيوة، دش سريع كده على الماشي يمكن الدبابيس تصدي وتدوب. طقوس يعني أقل ما يقال عنها إنها عجيبة ومريبة. أكيد. بعد الدش البلدي ده عطوة إدى التعليمات النهائية لصبحي عشان فك العمل يتم. التعليمات الأخيرة بقى؟ قالوا: هتروح دلوقتي تقف جنب سور المدرسة الابتدائية اللي على أول الشارع وهتستنى لحد ما تظهر سحلية ماشية على السور. سحلية؟ أيوة سحلية. أول ما تشوفها تروح دايس برجلك على ديلها بسرعة. يدوس على ديل السحلية؟ كلام غريب جدا، بس صبحي كان مستعد يعمل أي حاجة خلاص. وفعلا راح هو وسعيد عند سور المدرسة. راحوا يستنوا السحلية. القصة بتذكر تفصيلة كوميدية هنا، بتقول إن صبحي وقعد يستنى، بس بترجع تصحح نفسها وتقول لأ هو ما قعدش، هو وقف، ما هو ما يقدرش يقعد للأسف. طبعا مش قادر يقعد بسبب الدبابيس. أكيد. تفصيلة بتوريكي قد إيه الواد كان متعذب حتى في أبسط الحركات. فضل واقف مستني والوقت بيعدي ببطء لحد ما فجأة ظهرت سحلية ماشية على السور قدامه. السحلية المنتظرة. صبحي مترددش لحظة، جمع كل قوته وراح دايس على ديل السحلية زي ما عطوة قالوا بالظبط. وهنا بقى حصلت المفاجأة اللي يعني محدش يتوقعها أبداً. إيه اللي حصل؟ السحلية ماتت؟ لا، السحلية وقفت مكانها وبصت لصبحي كده واتكلمت. قالت له بالبلدي الفصيح بتاعنا: قشطة يا قسطة، العمل اتفك خلاص. تاني يوم صبحي صحي من النوم وأحيراً كويس، حاسس إنه خفيف زي الريشة. بص على جسمه ما لقاش ولا دبوس واحد ولا واحد. الحمد لله. قام يتنطط في الأوضة زي العيال الصغيرة من الفرحة.
اللعنة اتفكت تماماً. طب مين بقى اللي فرح أكتر من صبحي وسعيد وأهله؟ مين؟ كل بنات وسيدات مصر. بنات مصر كلها؟ ليه؟ القصة بتقول إن في اليوم ده كل البنات فرحت فرحة هستيرية، لأن أخيراً الدبابيس بتاعتهم مش هتضيع تاني. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات إيه رأيك في حلقة النهاردة؟